طبعا شجاعه كبيره جدا من غادة عبد الرازق انها تقول ان هي شخص غير متزن عاطفيا ونفسيا بقالها سنين، وانها ممكن تبقى السبب في مشاكل حصلت لبنتها في حياتها. بس خليني اقول لكم حاجه، هنا انا مش بتكلم على غادة عبد الرازق خالص. مش معنى ان شخص بيعترف بمشاكله انه مستعد يبطلها، مش معنى ان شخص اعترف ان غير متزن انه مستعد ياخد اكشن ويبقى احسن. والدليل على ده ان في اشخاص بالسنين بتروح لدكاتره نفسيين ولمرشدين مختلفين وكوتشز وفي الاخر ما بيتحسنوش. عارفين ليه؟ لان هو جاي علشان قدام نفسه او قدام الناس يقول ان انا بحاول اتغير، لكن على ارض الواقع بنطلب اساينمنتس ما بتتعملش، بنطلب نعمل تغيير في تصرفات معينه بيقولوا لا انا مش مقتنع ومش شايف ان هي دي الطريقه الامثل. لما بنيجي ات سام بوينت ونضغط عليهم شويه ونواجههم ببعض الحقائق بيتضايقوا وبيختفوا، بيبدا يروح لحد تاني او حد تالت علشان هو مش مستعد انه يعمل تغيير. طب ده بيقول ايه؟ بيقول اوعوا تربطوا حياتكم بشخص ايا كان، اب ام شريك في الشغل، شخص انا مرتبطه بيه، بيقول انا بعترف ان انا عندي مشاكل بس انتوا مش شايفين ان هو بياخد اكشن عشان يبطل يأذي. لان اللعبه دي بتتلعب من الاهالي، انه ايوه انا عارفه ان انا المفروض اسيبكم تسافروا بس انا قلبي ما بقدرش، لما ابقى اموت اعملوا اللي انتوا عايزينه. فبنلعب لعبه الابتزاز العاطفي. اما بقى للشخص اللي احنا مرتبطين بيه كل شويه يروح عامل معانا تصرف مؤذي، واول ما نقول له احنا هننفصل يروح لاعب لعبه انا عارف ان انا غلطان وعندي مشاكل بس خليكي صبوره معايا لغايه ما اقدر اغيرها، في الوقت اللي احنا ما بنشوفش اي تشينج. فايه اللي هيحصل؟ هنفضل مسجونين مع اشخاص مؤذيه بيعملوا تصرفات انانيه بيبتزونا عاطفيا، كل ده عشان احنا طيبين وبنحاول نديهم فرصه. لكن الكلام ده مش حقيقي. لما تلاقي شخص بيقول لك انا بعترف بان عندي مشاكل بس انت مش شايف اكشن في المشاكل ده، ليكوا الحق ان انتوا تبداوا تنسحبوا لو هم بقوا ليهم تاثير سلبي على حياتكم.